متى ولد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف؟ اليوم والتاريخ: ولد في ليلة الجمعة 15 من شهر شعبان سنة 255 للهجرة، وقيل 256 للهجرة، لكن المشهور والمعتمد أكثر 255 للهجرة. مكان الولادة: مدينة سامراء، في بيت الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهو نفس البيت الذي كان تحت مراقبة السلطة العباسية. الأب: الإمام الحسن العسكري عليه السلام، الإمام ال11 من أئمة أهل البيت. الأم: نرجس خاتون، ومن أسمائها أيضا مليكة، سوسن، ريحانة، اختلاف الأسماء بسبب اختلاف الروايات، لكنها امرأة واحدة. كانت طاهرة مؤمنة، واختارها الله لأعظم دور، أن تكون أم الإمام الموعود. كيف كانت الولادة؟ كانت سرية بسبب ملاحقة العباسيين، لم تظهر على نرجس علامات حمل واضحة. ولد الإمام بهدوء عجيب، وكأن العناية الإلهية تحرس الحدث،